مرحبا فيكم بفيديو جديد. اليوم اجيت لكم بوصفة كتير زاكية وكتير صحية للناس الهيلثي الصحيين اللي بيحبوا الاشي الحلو الصحي للصغار للكبار. وصفتنا لليوم كعكة الشوفان والتفاح والتمر اللي بدون سكر للناس الصحيين. بنصحكم تجربوها وحتحبوها كتير كتير. وخلينا نشوف مكونات وصفتنا لليوم. مكونات وصفتنا لليوم حنحتاج كاستين من الشوفان، بما انه كمان هلا موسم دبس العنب الخليلي الطازة، وعنا زيت زيتون برضو احنا موسم الزيت هلا والزيتون كله صحي، وعنا كاسة لبن، وعنا كاسة مكسرات مشكلة أنا خلطتها جوز وفستق حلبي، انتوا فيكم تحطوا أي نوع مكسرات انتوا بتحبوه، وعنا تمر عندي أنا حطيت 6 تمرات، وعنا إشي صحي كتير بذور الشيا فيها نسبة عالية كتير من البروتين، هاي اختيارية مش الكل، يعني اللي بحبش ما يحطها، بس أنا بحب أحطها للرياضيين وللصحيين. وعنا من مكوناتنا الأشياء اللي بدنا نحطها في كعكتنا لليوم القرفة، جوز الطيب، الزنجبيل، وعنا 3 بيضات، وعنا 4 تفاحات، وعنا باكيتين فانيلا، وعنا باكيتين بيكنج باودر. وبهيك هدول كل المكونات لوصفتنا اليوم، كله صحي وكله متواجد في البيت، ما في اشي مكلف وكتير صحية الكعكة، بنصح الكل يجربها. وأول خطوة بوصفتنا لليوم بدنا نبشر التفاحات. بنجيب التفاح، طبعا انا غسلته ونظفته، انا بحب ابشره بقشره لانه القشر مفيد، يعني ليه نقشرها ونكب القشره؟ بالعكس كثير مفيده. وخليها هلا بنبشرها بالطريقه هاي على الناحيه اللي هي بهاي الخشونه. وبهيك بنكون بشرنا التفاحات ال4. بننظف المبشرة منيح من التفاح، وهي ال4 تفاحات عنا صاروا جاهزين. والخطوة الثانية بعد ما بشرنا التفاح بنجيب المكسرات، هي بدها تكون خشنة بس احنا بندقهم شوي صغيرة، بنكسرهم شوي بس تكسير، ما بدنا نخليهم يعني كتير ناعم لأن هي زكاتها يكون خشن فيها، بس احنا بنكسرهم تكسير بسيط، بس هيك اشي بسيط نكسرهم، يعني بتوقع هيك صار كافي لأنه ما بدنا إياه يتكسر كتير ويكون عشان يكون له طعم يبين في الكعكة، بس إشي بسيط هيك. بعد ما جهزناهم هيك بالطريقة هاي نيجي بنديرهم على التفاح، بنحركهم هيك. والخطوة اللي بعديها بنجيب بذور الشيا، وأنا حكيت هذه اختيارية، بنديرها عليهم وبنحرك بنفس الطريقة، وبنجيب معلقة القرفة والزنجبيل وجوز الطيب بنديرهم برضو عليهم هون، وبنحركهم هيك بالطريقة هاي مع بعض، بنحركهم كتير منيح. والخطوة اللي بعديها بنجيب التمر وبنقطعه عليهم، بنقيم منها النوايا وبنقطعه بالطريقة هاي. طبعا التمر قديش انتوا بتحبوا تحطوا فيكوا تحطوا، يعني ما في له كمية معينة، بس انا هو التمر بيعطي حلاوة وطعم كمان زاكي في الكعكة تبعتنا. بنقطعه بالطريقة هاي، وبهيك خلصنا كمية التمر. برضو بنحركها مع التفاح ومع المكسرات ومع بذور الشيا والقرفة والزنجبيل وجوز الطيب اللي حطيناهم، بنحركهم كلهم مع بعض. وبهيك هدول بيكونوا عنا بنحطهم على جنب لبال ما نجهز باقي وصفتنا لليوم. والخطوة اللي بعديها بدنا نجيب البيض، عنا 3 بيضات، بدنا نحطهم في صحن يكون غميق عشان نقدر نخفقهم. هي عنا 3 بيضات حطيناهم، وطبعا لازم اول اشي نعمله للبيض عشان الزنخة نحط الفانيلا على السريع، باكيتين فانيلا. طبعا هاي ما فيها زنخة ابدا لانه فيها اصلا قرفة، القرفة كفيلة بانها تقيم الزنخة، بس طبعا لا غنى عن الفانيلا في كل الوصفات اللي فيها بيض.
وبهيك حطينا باكيتين الفانيلا. وبنجيب الخفاقة، أنا بستعمل الخفاقة اليدوية عشان ما تلاقوا صعوبة إنه تقولوا خفاقة كهربائية فيش عنا. لا، أنا الطريقة اللي بستعملها اللي كتير بسيطة لكل الناس، لأي حدا بيحاول يعملها، طالبات مدارس زي ما دايما بحكي، يعني أي حدا حابب يعملها تكون كل إشي متوفر عنده بسيط. فأنا بستعمل الخفاقة اليدوية. عندي خفاقة كهرباء بس عشان ما تقولوا مشادي بتصعب علينا الأمور. وبنبلش بهالطريقة نخفق البيض مع الفانيلا. نستمر بالخفق لما نشوف انها عبت عنا هون بلالين الهواء هاي، بنعرف انه هيك البيض صار جاهز وبدنا نحط باقي مكوناتنا لليوم عليه. والخطوة اللي بعديها بدنا نحط زيت الزيتون. ما تخافوا، ما بطعم زيت الزيتون بالكعكة انه يغير طعمها، لانه عنا في قرفة وفي اشياء بتضلها يعني مغطية على طعم الزيت، والزيت ما بطعم ابدا في الكعكة هاي. وبنخفق بالطريقة هاي الزيت. وهلأ بنجيب دبس العنب الطبيعي وبنحط هون وبنخفق مع البيض والزيت. وبنخفقهم كتير منيح. والخطوة اللي بعديها بنجيب كاسة اللبن وبنضيفها عليهم وبرضه بنخفق كتير منيح. وبعد ما خفقناهم بالطريقة هاي هيك صارت جاهزة المكونات السائلة كلياتها عنا. وبعد ما صارت عنا المكونات السائلة كلياتها جاهزة بدنا نديرها على الخليط اللي كان عنا من قبل اللي هو التفاح والمكسرات والتمر. بدنا نديرها عليه بالطريقة هاي وبنحركهم كتير منيح بنفس الاتجاه. انتبهوا، ما بنحرك يمين شمال، بنفس الاتجاه عشان البيض ما يفقسش معانا. بعد ما حركناهم بالطريقة هاي بدنا نضيف عنا باكيتين البيكنج باودر. طبعا كل باكيت بيكنج باودر عشان تكونوا عارفين عبارة عن معلقة كبيرة، للناس اللي حتسأل قديش مقادير البيكنج باودر اللي بيستعملوا العلب مش الباكيتات. هو الباكيت عبارة عن معلقة كبيرة، يعني معلقتين كبار هي بالنهاية بتكون للكعكة. حطينا البيكنج باودر بالطريقة هاي، بنحركهم بالطريقة هاي نفس الاتجاه، ما بنغير اتجاه الحركة عشان قلنا البيض ما يفقس. وبنجيب هلا كاستين الشوفان، بنضيف اول كاسة وبنضيف الكاسة الثانية وبنحركهم كتير منيح نفس الاتجاه. التحريك برجع بحكي بنفس الاتجاه. شايفين كيف صار عنا الخليط؟ هيك صارت عنا وصفتنا لليوم جاهزة عشان نجهز الصينية اللي حندخل فيها الكعكة على الفرن. تستني الكعكة نميرة. وهلأ الخطوة اللي قبل ما ندخلها الفرن بدنا نرش رشة زيت زيتون بالطريقة هاي وبدنا نفردها بالصينية اللي بدنا نحط فيها وصفة اليوم. طبعا انتوا بتقدروا تستخدموا اي صينية عندكم. انا استخدمت البايركس، انتوا فيكم تستخدموا صينية تيفال الموجودة عندكم، اي صينية ما يعني تعملوهاش انه يوقف في طريقنا، خلص انه هيك تمام. وبنرش رشة الطحين عادي، فيكم ترشوا طحين قمح، طحين ابيض. انا رشيت طحين ابيض انه بس على اساس انه الكعكة هون ما تلزق عنا. بنوزع الطحين بالطريقة هاي وبهيك الصينية اللي بدنا ندير فيها الخليط صارت جاهزة. شايفين كيف الطحين مع الزيت؟ بنجيب الخليط تبعنا وبنديره بالبايركس او بالصينية اللي بدكم تخبزوا فيها. طبعا واحنا بنديره بنحاول نوزع التمر والمكسرات تيجي بكل الاتجاهات عشان كل قطعة بنقسمها يطلع فيها تمر ويطلع مكسرات. بنحط كل الخليط تبعنا بالطريقة هاي، بنحاول نوزعه يكون كله نفس السمك في الصينية. بنحركه بالطريقة هاي
وبهيك بتكون جاهزة وصفتنا لليوم. وأنا حميت الفرن قبل ب5 دقايق وعلى الفرن، وهلأ بنترك الكعكة لمدة 45 دقيقة بالفرن، النار من تحت بتكون. وبعد ما مرق 45 دقيقة على الكعكة بالفرن بنفحصها بنكاشة الأسنان، تطلع ناشفة هيك يعني كعكتنا استوت. وبهيك صارت كعكتنا لليوم جاهزة. وما تنسوا لايك شير سبسكرايب، ولما تعملوها ابعتوا لي صورها على الانستغرام عشان اقولكم انا كمان شو رأيي في شغلكم. وهلا مع التقييم نشوف شادي شو بده يقيمني، له ساعة بصور بقول واو واو امتى تستوي امتى تستوي. استوت يا شادي، يلا تعال قيم. هلا يا جماعه اللحظه الاقرب الى القلب بصراحه، لحظه التذوق ولحظه تقييم الاكل. له ساعة بصور وبشم بقول لي واو. يلا نشوف الواو. مع العلم انا ما جربتها قبل، هي اول مره اجربها هي بالذات. عجب من يوم ما صارت في الجيم صارت تسوي لنا اكل صحي، بعدتنا عن السكر. طيب منيح. زعلان؟ خايفه على ينصح. طبعا هي سخنة، وهي سخنة طبعا شوي بتفتفت، لما تبرد بتكون ماسكة حالها أكتر. بس نطلع لك قطعة عشان إيش؟ أيوة أنت أيوة واو وقع الفستق الحلبي، وقع الفستق الحلبي. شكل المكسرات لحاله قصة وهي عم تقسم فيها. واو هي سخنة طبعا. هلا أنت حتاكلها كيف؟ اوكي الريحة بتشهي. ياو حان وقت التيست يا جماعة. جد احكي الصراحة. اسمعوا الميكس ما بين الجوز مع التمر مع القرفة اشي خرافي، يعني الميكس مع بعض بيعمل تمك حرب. زاكي والله زاكية. طبعا زاكية. هذه كعكتي المفضلة أنا، هذه اللي بتشوفوني بنزلها على الانستغرام مع فنجان القهوة. وعلى فكرة ما فيها إلا سكر طبيعي زي ما حكيت لكم، فهي مفيدة جدا للرياضيين، للناس اللي بتحب تاكل أشياء بدون سكر، للأمهات اللي بتحب تبعد عيلتها عن السكر لأنه بدمر كثير. فشكرا إم شادي على الأكل الصحي. صحة. وما تنسوا أنتوا كمان تجربوها وتقولوا لي شو رأيكم. بحبكم كثير وبشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.